ربنا يهدي البال يا رب علينا وعليكم بإذن الله تعالى. طبعا اليوم الفيدنا اليوم الكيكة بالبرتقال عملتها أولاد اليوم. يعني هالمكونات اللي جبت لي البرتقال بما انه رخص يعني وصار كويس اسعاره يعني متناول اليد الحمد لله على كل حال. فجبت البرتقال يعني شرينا البرتقال اللي هم ايش بدهم الكيكة. احنا كل مرة متعودين نعملها بحليب بغيره او عصير من الصناعي. المرة عملناها بالبرتقال بالعصير الطبيعي. فجبت لي 5 برتقانات وعصرتهن عشان اجهزهن للكيكة. يعني الكيكة بالبرتقال تقبلها طعم تاني تختلف عن اي كيكة تانية. والحمد لله على كل حال ربنا هيك يهدي البال ويصلح الحال يا ربي. زي ما انتم شايفين يا جماعة بقسم في البرتقال وبعصر فيه. لكن طبعا انا العصارة هاد جبتها معايا من بالصدفة كانت معي. يعني بدي اعصر حاجة مش عارف اني اعصرها فدورت عليها بين اغراض لقيتها. فيعني كانت هي نجدتني شوية بالعصير. لكن عصرته بالمعلقة وبالصحن زي هيك يعني كان غلبتني شوية. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا جماعة الكيكة اللي بالبرتقال احلى من انا بحبها. اما او بالحليب بالغيره انا يعني بعملها لاولادي بس بحبهاش وبقبلهاش. سبحان الله. خلص البرتقال لها طعم تاني لها شكل تاني بتطلع مرتبة وريحة حلوة وطعم حلو وهشة وما شاء الله عليها بتطلع. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا جماعة هذا يعني الكل مشتهيها عشانها بالعصير الطبيعي. لا اله الا الله محمد رسول الله. وهيك يا جماعة بعد ما عصرنا العصيرات وزبطناهن يعني وخليناهن يعني المقدار اللي بدي عصرته. انا جبت 5 برتقانات وعصرتهن كان يعني هن المقدار اللي بدي اياه. اللهم صل على سيدنا محمد. وكان عندي 4 بيضات يا جماعة وطقيتهن بالبيضة يعني عشان اخفقهن. وحطيت على البيض الفانيلا. طبعا الكل بيعرف يعمل كيكسة وبيعرف يعمل كيكة. احنا بنقول كيكسة مرات كيكة مرات كيكسة مش هو احنا ما بنسمع يعني واللي بيجي عبالنا بنحكي كيكسة كيكة كله كويس. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا جماعة البيض والفانيلا بدها نخض هيك بالقوي عشان يعني ينخضن كويس يندمجن مع بعض. طبعا يا جماعة برضو فوق الفانيلا والبيض حطيت السكر يعني خضيتهم مع بعض شوية شوية. بس بده الواحد بده وقت ياخد فين عشان تطلع العجينة ظابطة 100%. زي انا ما بعمل زي هيك. هو صح متعب عشانه باليد. هو بده هذا الحاجات هذه بدها الخلاطات الكهربائية والحاجات هذه. بعدين حطيت كاسة زيت. هذه كاسة السكر اللي حطيتها في الخلطة بنفس الكاسة تبعت الزيت. هذه عملتها المعيار إلي. يعني مش انا حطيت السكر لا كنت معيرها بالكاسة هذه اللي انتو شفتوها تو فيها الزيت. بعد ما خلصت الخلط كل زيت وسكر وفانيلا والبيض مع بعض يعني قعدت شوي نخلط فيهن. كنت مجهزة 3 كاسات طحين من نفس الكاسة اللي انا وريتكم اياها. وبعدين بحط البيكنج بودر 4 برضو حطيت بيكنج بودر. زي ما حطيت فانيلا 4 ده حطيت بيكنج بودر 4. والبيكنج بودر بنحط فوق الطحين لما ينحط النواشف يعني مش انه مع. لو بدي احطه فوق الخليط زي انا ما بخلط بخرب الخليط. اما لا بنحط فوق الاشي الناشف. وكنت بشرى شوية برتقال قشر برتقال عشان برضو نكهة البيض والحاجات هذه ما تطلعش يعني تكبر ريحتها حلوة ومظبطة يعني. برضو حطيتها. وعندي كمان معلقتين جوز هند. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. وربنا هيك يهدي البال يا جماعة ويصلح الحال. هاي اول كاسة برتقال وهي الثانية. شايفين كيف مش يعني ما كانتش الثانية ما كانتش ملانة كتير يعني قولي تلتين الكاسة. لما تحسوها بدها بتزودوا ايش لو نتفت مية مش مشكلة عادي. بس انا هيك عجبتني يعني جمدتها وعجبتني طروتها فما حطيتش مية ولا شيء. انا عجبتني هيك السمك تبعها. يعني شايفين كيف شكلها احلى. يعني كان شكل خرافي وحلو حلو واللون حلو والريحة حلوة. والله يا جماعة انها ريحتها حلوة وهي قبل ما تنخبز.
يا اللهم صل على سيدنا محمد. يعني ربنا هيك يديم علينا العز والخير والبركات علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. يا جماعة شايفين كيف ما أحلى شكلها؟ يعني قد ما عملت كيكات سبحان الله، هذه الكيكة أنا عجبتني عشانها بالعصير الطبيعي يعني بريحة البرتقال والحاجات زي هذه. وهاي الصينية الحين جهز الخليط، بدنا ننزله في الصينية. لازم ندهن الصينية يا جماعة اللي هو الزيت في الأول، بعدين نحط لنا شوية طحين نغلفها فيها، يعني على كل الجهات الطحين يدور فيها. بعدين بحط الخليط اللي أنا اللي خالطه من الكيكة في الصينية، والخليط برضه بدوره على كل الجهات عبال الخليط ما يكون مستوى واحد على كل الجهات برضه عشان ينزل كله مع بعضه. طبعا بدي أنا كنت عاملة شوية هيك منها للكاكاو، ونزلت لي عليها معلقتين كاكاو برضه. ولو خضيت الكاكاو مع الخليط اللي سبته شوية هيك، مش كتير يعني، قد شوية يعني مش كتير، أقل من نص، أقل من نص الخلطة. حطيت لي شوية زيت عشان تطرى، قد معلقتين كبار زيت. خضيتها لشوية عشان تطرى معي، تصير هيك يعني طرية اللي أقدر أتحكم فيها. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين يا جماعة هيك بنزلتها هيك، كنت أحطها كلها في بعضها، عود قلت لا خليها ايش اشكال هيك، اعملها احطها في نص الصينية. شايفين كيف ما احلى شكلها؟ يعني كانت روعة روعة الاخر. اللهم صل على سيدنا محمد. وربنا هيك يهدي البال ويصلح الحال يا رب، ويجعل تكون ايامنا هنا وسرور وسعادة يا رب، ونعمل لاولادنا ونفرحهم بكل الحاجات يا رب، احنا وانتو جميعا يا رب. ربنا يهدي البال يا الله يا كريم. وبهيك يا جماعة شكلها النهائي لما خلصناها. الحين ايش بدها الفرن. وديناها على الفرن وجبناها. انتوا طبعا عارفين فرن عالطينة على النار. كويس انها طلعت بهالشكل يا جماعة، انها على النار تطلع بهالشكل، يعني عفران تاني بتطلع ما شاء الله حلوة وكويسة. وها برضو طلعت كويسة عندي، يعني ما شاء الله. هنا قطعتها وجهزتها. وبهيك يا جماعة شايفين بهيك يا جماعة ما تنسوش اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة للفيديو. ربنا يهدي البال ويصلح الحال يا ربي. يعني ما تبخلوش علينا بالتعليقاتكم الحلوة واللايكات تبعوتكم يعني، وربنا يبارك فيكم يا ربي ويخلي لكم اولادكم يا الله يا كريم. وبهيك جهزنا الشاي والكيكة، قاعدين قاعدة هيك ننبسط فيها احنا اولادنا، وهاي الشاي معانا، وهاي القعدة حلوة حلوة. وربنا هيك يبارك فيكم. مع السلامة وفي امان الله.